النهاردة هتكلم عن دهانات الجزيرة. دي دهانات جديدة للي ما سمعش عنها تابعوا. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. النهاردة هتكلم عن دهانات الجزيرة. دهانات الجزيرة يمكن تكون جديدة شوية في مصر، لكن هي بقالها سنين كتير في السعودية. طيب ايه الجديد عن جوتن وجي ال سي وكل الدهانات اللي في مصر في دهانات الجزيرة؟ طيب دهانات الجزيرة بتتميز عن اي دهانات تانية ان هي عندها دهانات ماجنتيك. يعني ايه دهانات ماجنتيك؟ يعني انا ممكن اخلي الحيطة بتاعتي ماجنتيك، ان انا ممكن احط عليها مغناطيس، احط عليها نوتس كده زي التلاجة مثلا، ان بيتحط مادة والمادة دي بتبقى مادة شفافة، فانا ممكن ادهن whatever، هدهن الحيطة لون ايه، لما احط عليها المادة الشفافة دي هتخلي لي الحيطة بتاعتي ماجنتيك. ممكن احط عليها بقى نوتس بمغناطيس كده، احط عليها لو بعمل اوفيس، لو بعمل حاجة يعني مثلا في مدرسة بورد مثلا او كده. طيب هل ده بس الجديد؟ لا، في حاجة تانية كمان ممكن استخدمها، ان انا احول الحيطة بتاعتي لوايت بورد. برضو عندهم دهان بيتحط على الحيطة، اني اخلي الحيطة بتاعتي كلها كأنها وايت بورد. فمثلا لو انا بعمل اوضة اطفال محتاجة انه مش بس وشبل، لا ده هي وايت بورد، انا عايزي ممكن يكتبوا بالماركرز بتاعت الوايت بورد وتتمسح. لو انا مثلا بعمل اوفيس فممكن يبقى في حيطة ماجنتيك وكمان تبقى وايت بورد، ان انا بعمل الحيطة، بحط الاتنين المادة دي على المادة دي وبدهن الحيطة، فانا بقى عندي وايت بورد بكل الخصائص بتاعتها. طبعا دي حاجة مختلفة جدا ما شفتهاش قبل كده في جوتن ولا جي ال سي. طيب بالنسبة للأسعار، أسعارها أنا شايفة أن أسعارها كويسة، مش أسعار مبالغ فيها. يمكن تكون أقل شوية من جوتن وأعلى شوية من جي ال سي، لكن كمية الفرد بتاعتها أكبر. يعني الكيلو مثلا أنا بدي أرقام مش حقيقية، ده اكزامبل، إنه لو الكيلو في جوتن بيفرد 8 متر مربع، الكيلو في الجزيرة ممكن يفرد لغاية 11 متر. طبعا دوت بيختلف من على حسب نعومة الحيطة، لو فيها نتوءات أو فيها تعويجات أو أي حاجة من الحاجات دي. أنا بتكلم على سطح أملس كامل. طبعا جوتن لسه متميزة في حاجات تانية، يعني الافكتس انا برضو شايفة ان جوتن متميزة عن الجزيرة وعن جي ال سي. لسه ما غيرتش رأيي، انا دايما بقول لكم لو انا هعمل حيطة افكت، جوتن متميزة جدا في الافكتس. مش معنى كده ان الجزيرة وجي ال سي ما عندهمش افكتس، هم عندهم، والجزيرة كمان عندهم حاجات جديدة ومختلفة، لكن انا الصراحة بفضل برضو جوتن. عندهم خبرة في الافكتس اكتر والفرايتي اكبر، وعندهم حلول. يعني انا ما تعاملتش مع الجزيرة قد ما تعاملت مع جوتن، بس هما مش بيقفوا عند لو انت عندك مشكلة وانت عايز حاجة محددة هما يقدروا يساعدوك. لو انت عايز عمال يستخدموا ازاي يستخدموا الافكتس بتاعتهم، هما عندهم مركز تدريب وعندهم ناس متدربة ممكن يرشحوها لك، يجي يعملوا لك الحيطة بتاعتك او الافكت بتاعتك whatever هو ايه. وانا الصراحة بنصح بكده، لانه انا ممكن اجيب افكت مش رخيص، اجي هعمله مثلا في حيطة او حيطتين لو انا بتكلم في بيت او حاجة صغيرة. ما ينفعش اجيب اي حد يعملها لانه حرام هيبوظها، في الاخر اقول ايه ده الافكت طلع وحش. معلش، ندي العيش لخبازه زي ما بيقولوا. هعمل افكت يبقى اجيب حد بيعرف يعمله ويعمل لي جزء كده سامبل، اشوف هو عاملها صح ولا لا، اشوفها زي جوتن ما في الكتالوج بتاعها ولا لا. كده تكون خلصت حلقة النهاردة، اتمنى اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد معانا، واشوفكم الحلقة الجاية، والى اللقاء.